طبعا في شهر 5 دوا اللي هو شجرة العنب عندك بتبدأ تكتمل البذور الحب اللي فيها، وتبدأ انها تملى ايه، تملى الثمارة وتملى الحبة بشكل حضراتكم شايفين. شجر العنب لو انت عندك شجرة في حديقتك ولا حاجة، ان شاء الله نعرف شوية تفاصيل دلوقتي مع بعضينا علشان ما تخسرش الثمار بتاع الشجرة. هنعرف دلوقتي مع بعضينا. طيب قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ الشهر. طبعا يا جماعة شهر 5 ده اللي هو شهر يا جماعة في أول الصيف، اللي هو بتبدأ ايه تكتمل فيه العنب يا جماعة. يعني تكتمل يعني العنب بيبدأ انه يملى ايه يا جماعة، يملى الحبة بتاعته. خلاص كده اكتمل، يعني ما فيش حب تاني هيطلع جديد، او ما فيش عناقيد تاني هتطلع جديد. يعني خلاص العنب بدأ ايه يملى الحبة بتاعته. طيب علشان ما تخسرش يا جماعة ده كله ويقع منك، ويقع كده يا جماعة، يبدأ الحب يقع واحدة بواحدة لحد ما تلاقيش فيه العنقود حاجة خالص. طب ان شاء الله هنعرف دلوقتي مع بعضينا ايه اللي يسبب الخسائر دي كلها. طبعا يا جماعة اول حاجة وبسيطة سهلة، وانت نفسك بتعملها في حديقتك، وبالذات يا جماعة اصحاب الشجر اللي هم في المنزل يا جماعة بيعملوا الحاجات دي وهم مش دارين خالص. ان شاء الله هنعرف اول طريقة، وهي يا جماعة الروي المنتظم يا جماعة. خليك على الروي المنتظم الى النباتة. يعني ما تقعد لسه الارض ما نشفتش وتبدا انت ايه تديها ميه، لا طبعا يا جماعه لازم نخلي حتى الارض تجف حتى 50%، وبعد كده تبدا انت تروي. طيب هنروي كده بغير سماد ولا اي حاجه؟ لا طبعا، هتبدا انت تجيب بوتاسيوم يعني هو يا جماعه اللي هو للشجره العنب، وتبدا انت تضيفه مع الميه. بس اهم حاجه يا جماعه ما تسقيش الشجره وهي على عطش علشان ما تسببش خسائر كثيره. تمام يا جماعه، يعني زي ما قلنا الري المنتظم، وتبدا تدي مع الروي ده بعد ما الشجره قبل ما هي تحبب كده يا جماعه، تبدا انت ايه تديها السماد العضوي معاها. وقلنا طبعا السماد العضوي ده قبل ما هي الشجره تحبب. بعد كده يا جماعه في الرويه التانية ان شاء الله بتبدا انت تديها ايه البوتاسيوم. طبعا السماد العضوي ده يا جماعه موجود في كل بيت، تقدر تجيبه اللي هو فضلات الفراخ، تقدر تجيبه وتحطه مع الميه وتدوبه يا جماعه وتديله الى الشجره. طبعا في فيديوهات تانية كثيره عندي على القناه وانا بشرح فيها الحاجات دي كلها. طبعا ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناه. زي ما قلنا يا جماعه الري المنتظم يا جماعه الى شجرتك العنب. طبعا يا جماعه ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.